لو بيهددك بصور خاصة اسمعي القصة دي قبل ما تسكتي. بنت زي أي بنت كانت بتحب وثقت في اللي معاها، وللأسف بعتت له صور خاصة وفيديوهات، لكن بعد ما العلاقة انتهت بدأ يهددها بصور، يقول لها هوريها للناس، هوريها لأهلك، هفضحك، لازم ترجعي لي، لازم تسمعي كلامي. البنت دي كانت مرعوبة وسكتت يوم واتنين يمكن المبتز يسكت، بس لما كلمتني قلت لها لا، السكوت مش أمان، السكوت خطر عليكي ولازم تتحركي. ومن هنا بدأت تقتنع وبدأت تنفذ الخطة اللي هقول لك عليها دلوقتي. أول حاجة قلت لها اوعى تتفاوضي مع المبتز، اللي بيبتزك مش ناوي يسيبك في حالك حتى لو نفذتي طلبه. اوعى تردي عليه بانفعال أو خوف، كل رد بيديله أمل وسيطرة أكتر. لكن برضه قلت لها احتفظي بكل الأدلة، سكرين شوت لكل الرسائل، التسجيلات الصوتية لو كلمك، اكتبي التاريخ والوقت والمنصة اللي بيهددك منها، والكلام ده هنحتاجه بعدين. بعد ما عملنا ملف محترم من التسجيلات والصور والفيديوهات والتهديدات اللي قالها، قلت لها تكتب له رسالة وهسيب لك نص الرسالة في آخر الفيديو. في أدوات رسمية بتمسح الصور من على الإنترنت، كل الأدوات دي مجانية قانونية وشغالة ال 24 ساعة. طب دلوقتي عايزين نتعامل بذكاء مع المبتز. المبتز دلوقتي بعت لك صورة وقال لك أنا هرفع الصورة دي على الإنترنت. هنعمل إيه دلوقتي؟ هنروح لموقع اسمه stopncii.org، هسيب لك اسم الموقع هنا. ده بيتعامل مع شركات كبيرة زي فيسبوك، انستجرام، تيك توك ومواقع أخرى. بتروح عليه حملي الصورة من غير ما ترفعيها أونلاين، وهو بيعمل حاجة اسمها بصمة رقمية، يعني لو أي حد نشر نفس الصورة دي الموقع بيوقفها ويمسحها فورا من اي مكان. لو حد بيسمعني دلوقتي بيقول انا ما اعرفش المبتز ده اللي بيبتزني في فيديوهاتي وصوري هينزل الفيديو او الصوره دي فين بالظبط، بسيطه. لو حس فعلا انه ممكن ينشره في مواقع انت مش عارفاها، في موقع اسمه سايبر سيفل رايتس، هكتب لك اسم الموقع هنا. ده بيسهل عليكي تعملي بلاغ موحد ويبعته لجوجل، يوتيوب، تيك توك ومواقع تانية كتير، كلهم مره واحده من غير ما تروحي على موقع وتبدا تتكلمي عنه. احنا دلوقتي مسحنا الصوره اللي رفعها المبتز على موقع معين، بس للاسف لسه بتظهر في نتائج البحث في جوجل. نعمل ايه؟ في اداه رسميه من جوجل اسمها جوجل ريموفال تول، تقدري تطلبي من جوجل انه يشيل الرابط او الصوره دي عشان لسه بتظهر في نتائج البحث. لان كان البنت قلقانه، انا ساعدتها ان هي توقف رفع الصور اللي بيبتزها بيها الشخص ده. لكن قلت لها برضو اوعى تسيبي حقك قانونيا، كل بلد فيها واحده مسؤوله عن الجرائم الالكترونيه. ممكن تروحي لاسم الشرطه او تبعتي بلاغ الكتروني، تبعتيه على ايميل، على الويب سايت، ايا كان. بعد كده خدي معاكي كل الادله اللي انا قلت عليها في اول الفيديو، فيديوهات، الصور، المحادثات، الرسائل، كل حاجه. الفايل مهم، اوعى تمسحي اي رساله هو بعتها. بعد كل الاجراءات اللي هي عملتها عرفت ان غلطتها الوحيده ان هي وثقت في شخص ما يستاهلش.